صدمة جديدة تضرب النادي الأهلي. لاعب من اللاعبين الرجالة قوي، لاعب من اللاعبين اللي كلنا بنحبهم ونشوفهم علشان خاطر أدائهم الرجولي، حمدي فتحي. واحد من اللاعبين اللي يعني بتأدي أداء فيه رجولة في الملعب. حمدي فتحي شعر بآلام في الركبة وخرج مسرعا ولم يكمل التمرين. حمدي فتحي لما خرج من التمرين فحس بإصابة وشعور بالألم في العضلة الخلفية، أو طبعا حس بشد، فقالوا لا نطمن الأول، نعمل فحوصات ونعمل إشاعات علشان خاطر نشوف حجم الإصابة ومدى مدة الغياب اللي ممكن يغيبها حمدي فتحي، وهل يلحق مباراة الذهاب أمام الوداد ولا هيغيب عن المباراة الأولى ونلحق إن احنا نعالجه عشان خاطر المباراة الثانية. لكن للأسف حمدي فتحي سيغيب شهر. المباراة هتكون يوم 4/6 والمباراة الثانية هتكون يوم 11/6، يعني مفيش فرق أسبوع ما بين اللقاءين، وغيابه شهر معناه إن حمدي فتحي يغيب عن النادي الأهلي أمام الوداد ذهابا وإيابا. حمدي من اللاعبين الجامدين جدا في النادي الاهلي في نص الملعب. حمدي ممكن يلعب ليبرو وممكن يلعب نص الملعب بيغطي ورا معلول، وكمان بيكون مهاجم تاني وهمي وبيسجل اهداف، وكمان حمدي من اللاعبين الرجاله قوي في الملعب وبيديك الطمانينه طول ما هو موجود في الملعب. خساره كبيره للنادي الاهلي فقدان حمدي فتحي، وضربه موجعه لجمهور النادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله شفاء لحمدي فتحي والعوده سريعا والاهلي بمن حضر. وهكذا عودنا النادي الاهلي ان هو يكون دائما بمن حضر في اللقاءات القادمه او اللقاءات الحاسمه. شفنا 2020 كان ديانج غاب امام الزمالك والجميع يعني كان زعلان على ديانج، ولكن استطاع حمدي فتحي ان هو يؤدي اداء ممتاز. والسنه دي حمدي فتحي هو اللي بيغيب وديانج موجود ان شاء الله، وعمرو السوليه يرجع، كمان مروان حمدي وقفشه والقندوسي. جميع اللاعبين جاهزين ان شاء الله ان هم يأدوا المهمه ويحصلوا على اللقب الافريقي الغائب لمده عام ولا العام الماضي ان شاء الله، والفوز على الوداد في توفيق النادي الاهلي. وشكرا لكم، ودي كانت اخبارنا عن اللاعب حمدي فتحي.